الفيلم بتاعنا بيبدأ بكائن فضائي وهو بيهجم على الأرض، وبعدها بنشوف جيش وهو بيحاول إنه يحميها، ولكن الفضائي كان أقوى منهم بكتير وبيخلص عليهم واحد واحد. وبعدها بننتقل لمدرسة وبنشوف الطلاب وهما بيتخرجوا منها، بس المدير بيعلن عن فصل اسمه كلاس إي وإن الفصل ده مش هيتخرج دلوقتي، وبنعرف إن الفصل ده عبارة عن مجموعة من الفشلة، وعشان كده كان لازم يختبرهم زيادة علشان يتخرجوا. وبعدها بنشوف كلاس إي وهما رايحين مهمة في بيت مهجور، وبعدها بننتقل جوه البيت وبنشوف فصل وكان فيه الفضائي اللي كان بيهجم على الأرض، وهنا بنكتشف إن الفضائي دوت هو المدرس الجديد بتاعهم، وبنعرف إن هو كمان في الهجوم بتاعه دمر جزء من القمر، وكمان كان ناوي يدمر الأرض بعدها. وبيكون واقف جنبه راجل اسمه تادامي كاراسوما، وبنعرف إنه عضو مهم في وزارة الدفاع اليابانية، وكاراسوما بيشرح للطلبة المهمة المطلوبة منهم وبيقول لهم إنهم لازم يقتلوا الفضائي ده قبل حفل التخرج، وإلا الفضائي دوت هيدمر كوكب الأرض. ولكن المشكلة إن الفضائي ده سريع جدا لدرجة إن حتى العملاء المحترفين ما قدروش يضربوه ضربة واحدة. وبعدها الفضائي بيبدأ يشرح الاتفاق اللي عمله، وبنكتشف إنه عمل صفقة مباشرة مع الحكومة اليابانية، وقال لهم إنه ما عندوش مشكلة لو حد قدر يقتله، ولكن بشرط إن هو يفضل مدرس لكلاس إي. وبعدها كاراسوما بيطلع أسلحة خاصة وكانت معمولة للفضائي دوت، والأسلحة دي كانت عبارة عن رصاص وسكاكين، وكانوا مصنوعين من مادة ما بتأذيش البشر ولكنها قاتلة بالنسبة للفضائي. وعشان يثبت كلامه الوحش بياخد السلاح من ايده وبعدها بيبدأ يضرب نفسه بالمسدس، والطلبة بيتصدموا لما بيشوفوا ايديه بتتقطع، وبعد ثواني الدراع بترجع تنمو من جديد. والعميل بعدها بيكشف ان محدش فاهم سبب الصفقة دي، ومحدش بيعرف ليه الفضائي وافق انه يبقى مدرس عندهم اصلا ويعمل الصفقة دي، ولكنه بيأكد للطلبة ان هم في امان لان الفضائي وعد الحكومة ان هو مش هيأذي الطلبة خالص. وفي النهاية كاراسوما بيكشف عن المكافأة الضخمة وبيقول ان اي شخص هيقتل الفضائي وينقذ الارض هياخد 10 مليار ين كمكافأة من الحكومة اليابانية. ومن وقتها كاراسوما بقى مساعد الفضائي داخل الفصل، وكان هدفه يدرب الطلبة عشان يبقوا قتلة محترفين. وكمان بنعرف ان المدرسة جابت لهم مدرسة جديدة عشان تعلمهم انجليزي، وكان اسمها إيرينا يولوفيتش، وكانت عاملة محترفة وخطيرة جدا، واتبعتت مخصوص عشان تقتل الفضائي اللي بيهدد الكوكب، ولكن حتى باستخدام رشاش ما قدرتش انها تضربه طلقة واحدة. وفي خلال البريك كاراسوما كان بيدرب الطلاب، وبالتدريج مهارات الطلبة بدأت تتحسن بشكل واضح. وفي الفصل كان في طالب اسمه ناجيسا، وده كان ذكي جدا، والولد ده كان بيراقب كل نقطة ضعف عند الفضائي، ومن أول يوم دخل فيه الفصل بدأ يدرسه لدرجة انه اكتشف ان لون وشه بيتغير حسب مزاجه. وفي يوم 3 من زمايله راحوا يتكلموا معاه وكانوا بيحاولوا يقنعوه يشارك في خطة عشان يقتلوا المدرس الفضائي، وكانوا متأكدين ان الخطة دي مستحيل تفشل ابدا، ولكن ناجيسا كان شايف ان الوقت لسه بدري وما كانش عايز يتحرك قبل ما يفكر كويس، ولكن في النهاية استسلم لضغط زمايله ووافق ان هو يشارك. وفي الحصة ناجيسا راح يكلم المدرس وقال له انه خلص النشاط المطلوب منه، وبعدها قام عشان يروح يسلم الورقة، ولكن الحقيقة انه كان مخبي سكينة في ايده، ولما قرب حاول يضرب بيها المدرس ولكن الفضائي قدر يوقف الهجوم بسهولة. وفجأة ناجيسا حضنه، وبعدها بثواني انفجار ضخم حصل جوه الفصل، وهنا الطلبة بدأوا يفرحوا لانهم افتكروا ان هم قتلوه اخيرا. وبعد الانفجار كيانو وباقي الطلبة جريوا ناحية ناجيسا وكانوا بيحاولوا يساعدوه يعرفوا هو عمل ايه بالظبط، وساعتها التلاتة كشفوا تفاصيل الخطة اللي كانوا عاملينها وقالوا انهم صنعوا قنبلة مليانة رصاص مطاطي، وكان هدفهم يقتلوا المدرس باستخدام الرصاص ده كله. وفي نفس الوقت ناجيسا بيخرج بإصابات ولكن بسيطة، ولكن لما الطلبة بصوا ناحية مكان الانفجار اتصدموا، والمفاجأة انه كان مستخبي فوق سقف الفصل وكان قاعد بيسمع كل كلامهم من البداية. وبعدها بنكتشف ان الوحش بيقدر يغير جلده كل شهر، والجلد الجديد ده بيكون قوي وصلب، ولانه امتص كل قوة الانفجار الوحش خرج بدون اي اذى. ولكن رغم نجاته الوحش كان غضبان جدا من التلاتة لانهم خاطروا بحياة ناجيسا من غير ما يفكروا كويس، ومع غضبه لون وشه بيبدأ يتحول للأحمر. وبعدها خلال ثواني الوحش راح لبيوت الطلبة التلاتة واخد منها احجار عليها اساميهم، وبعدها وضح للطلبة سبب اللي عملوا ده، وقال لهم ان بسبب الاتفاق مع الحكومة ما يقدرش يأذيهم، ولكن لو خاطروا بحياة زميل ليهم مرة تانية وقتها اهاليهم هم اللي هيتعرضوا للعواقب بدلا منهم. وبعد ما هددهم وخلص كلامه مع الطلبة طلب من الكل انه يرجع
يقعد في مكانه، وبعدها كمل الحصة وكأن مفيش أي حاجة حصلت. وفي اللحظة ديت كيانو سألت الفضائي لو كان عنده اسم، بس الفضائي قال لها إنه ما عندوش أي اسم. ساعتها كيانو اقترحت عليه سموه كورو سينسي، والسينسي معناها المعلم بالياباني، والطلبة كلهم حبوا الاسم ده، وحتى الفضائي نفسه كان عاجبه الاسم، ومن هنا الفضائي بقى اسمه كورو سينسي. وفي نفس اليوم لما كاراسما وصل المدرسة بالليل لقى الطلبة متجمعين حوالين كرة السلة بشكل غريب، والمفاجأة إن كورو سينسي كان محبوس جواها. وبعدها رينا وصلت وسألتهم إيه اللي بيحصل، والطلبة وضحوا إن هم زرعوا فخ فيها امبارح، وفعلا قدروا إن هم يمسكوا كورو سينسي باستخدامه. وأثناء ما الشبكة كانت بتلف ناحية اليمين والشمال فجأة الشبكة اتفكت وكورو سينسي وقع على الأرض، والطلبة استغلوا الفرصة وبدأوا يضربوه بالرصاص، بس الأخطبوط المجنون كان أسرع منهم بكتير، وفي لحظة واحدة ظهر فوق سطح المدرسة. وفي نفس الوقت طالب جديد بيوصل للمدرسة، وكان اسم الولد ده أكاباني كارما، وده كان طالب سرسجي. وبنعرف إن كارما عامل مادة مضادة لكورو سينسي وكان حاططها على إيده، وبعدها بيختبر تأثيرها لما سلم على كورو، ولكن كورو برضه ما حسش بحاجة. وفي اليوم اللي بعده لما دخل الفصل كورو سينسي اتصدم لما شاف أخطبوط مقتول فوق مكتبه، وساعتها كارما اعتذر له وقال له إنه قتل الأخطبوط بالغلط، وده لأنه افتكر إنه هو المدرس بتاعهم. وفي اللحظة ديت كورو سينسي قرب منه وقال لكارما إن هو هيوري له قوته الحقيقية، وأول حاجة عملها إنه استخدم الأخطبوط وطبخ تاكوياكي، وبعدها حط الأكل في بقه بالعافية، وكمان استغل الفرصة وركب له ضوافر صناعية وقعد يتنمر عليه قدام الطلبة. وبعد المدرسة ناجيسا قابل كارما وهم راجعين البيت سوا، وكان كارما وقتها سرحان وبيفكر في حاجة قديمة، وبنرجع فلاش باك وبنعرف إن كارما اتخانق مع شوية شباب من مدرسة تانية، وبعدها المدير جه واتكلم معاه بعد المشكلة، وقالوا إنه حتى لو كان بيتخانق طول الوقت فهو هيفضل واقف جنبه ويدعمه مهما حصل. ومن الفلاش باك دوت بنفهم إن المدير كان معجب بيه بالرغم من إنه هو كان بتاع مشاكل. وهنا بقى كارما بيقول إن الفضائي دوت رغم إنه مجرم إلا إنه معجب بيه هو كمان. وفجأة كورو سينسي بيظهر عندهم وبدأ ينصحهم يطوروا مهارات القتال الخاصة بيهم، وفي اللحظة ديت كارما سأل المدرس لو مستعد يضحي بحياته عشان ينقذ طالب واحد، وكورو سينسي رد عليه وقال له أيوة ومن غير أي تردد. وفجأة كارما أخد قرار مجنون ونط من على الجبل وبسرعة طلع المسدس، وبنعرف إن خطته يضرب كورو سينسي وقت ما ينقذه، وفي نفس الوقت كورو سينسي استخدم دراعاته وقدر إنه يمطهم وعمل شبكة ضخمة عشان يقدر ينقذ كارما، وبكده قدر إنه ينقذه من غير ما كارما يضربه بالمسدس. وبعدها رجع كارما تاني لفوق، ولكن كارما كان محبط جدا. وفي مكان تاني داخل وزارة الدفاع اليابانية الرئيس كان بيتكلم عن الأزمة اللي بتحصل بسبب الوحش، وقال إن خلال آخر شهرين من ظهور الفضائي اليابان كانت بتتعرض لهجمات صاروخية من دول كتير، ولكن رغم الهجمات ديت اليابان كانت بتنجو كل مرة، والمفاجأة إن اللي كان بينقذهم هو كورو سينسي نفسه. وحتى الرئيس قال إنه كان ناوي يسيب المهمة لكاراسوما، ولكن بسبب عدم وجود أي تقدم حقيقي لحد دلوقتي قرر يجيب طالب جديد عشان يخلص على كورو سينسي بنفسه. وفي اليوم اللي بعده الطلبة اكتشفوا إن الطالب الجديد كان عبارة عن روبوت ذكي، والروبوت ده كان مزود بذكاء اصطناعي، وكان هدفه الأساسي إنه يقتل كورو سينسي بأي طريقة، ولكن تحت أي ظرف كان ممنوع يأذي أي طالب نهائي. وفي أول هجمة ليه الروبوت استخدم الرشاشات بتاعته، وكان بيحاول يقتل كورو سينسي بوابل ضخم من الرصاص، ولكن زي المتوقع الهجوم ما كانش ليه أي تأثير. بس الروبوت ده كان عنده ميزة خطيرة، وهو إنه يقدر يتعلم ويتطور مع كل محاولة جديدة، وخلال الحصص الروبوت فضل يكرر هجماته بشكل مستمر، وده سبب إزعاج كبير جدا لباقي الطلبة جوه الفصل لأنهم ما بقوش قادرين يركزوا مع الشرح نهائي، وفي النهاية كانوا هما اللي بينظفوا الفوضى اللي هو بيعملها. ولكن على الناحية التانية الروبوت كان فعلا بيتطور، وبيقول إن نسبة قتله لكورو سينسي وصلت ل1 من 1000، ولو فضل يتطور بالسرعة ديت وقت التخرج هيكون نسبة قتله 90%. ولكن النسبة دي ما كانتش فارقة مع الطلبة نهائي، لأن كل همهم الوحيد إن الحصة تبقى هادية شوية، وعشان يمنعوا الروبوت من الضرب طول الوقت قرروا يربطوه بالسلاسل عشان ما يستخدمش أسلحته تاني. وبعد الحصة كورو سينسي قرب من الطالب الروبوت الجديد ووراله كومة أوراق فيها بيانات كل الطلبة في الفصل، وبالشكل دوت الذكاء الاصطناعي يقدر يدرس شخصيات زمايله ويقدر يعرف كمان أفضل طريقة يتعامل بيها مع كل واحد. وفي اليوم اللي بعده لما الطلبة
الطلبة وصلوا المدرسة لقوا إشعار غريب واصل لكل الموبايلات بتاعتهم، ولما فتحوا الرسالة لقوا الروبوت هو اللي بعتها، والذكاء الاصطناعي قال لهم إنه عمل تطبيق خاص بنفسه وكان هدفه إنه يسهل التواصل ما بينهم وبين باقي زمايلهم في الفصل، وكمان قال لهم إنه ما بقاش ناوي يقتل المدرس لوحده ودلوقتي هيحاول يتعلم يشتغل ضمن فريق كامل معاهم. وفي اللحظة ديت كيانو اقترحت اسم جديد للروبوت والكل وافق إنهم يسموه ريتسو من دلوقتي وطالع. وبعدها ريتسو أعلن إن طالب جديد اتحول للفصل وقال إن الطالب الجديد قريب جدا يوصل المدرسة. وبعد ثواني كورو سينسي دخل الفصل، ولكن فجأة ولد شعره أبيض وقع من السقف، وبعدها راجل لابس بدلة نحل دخل عليهم. وبعدها الراجل عرف عن نفسه وقال إن اسمه شيرو، وقال إنه الوصي والمسؤول عن الولد دوت، واعتذر للطلبة عن التصرف الغريب اللي حصل من شوية. وبعدها ريتسو بدأت تعرف الطلبة على الطالب الجديد وقالت إن اسمه إيتونا وإن هو كان بيتدرب في مدرسة عملاء خاصة، وإيتونا قال بكل ثقة إن هو أقوى من أي شخص هنا. وبعدها طلب من كورو سينسي إن هم يتواجهوا في قتال مباشر، وكورو سينسي وافق على التحدي على طول. وساعتها شيرو حط قانون واحد بس للمواجهة وقال إن أول شخص يخرج بره حدود الترابيزات يخسر. وأول ما القتال بدأ إيتونا هجم عليه والأول مرة قدر يقطع واحد من دراعات كورو سينسي، وكمان الكل اتصدم لما شاف دراعات طالعة من راس إيتونا. وكورو سينسي لاحظ إن الدراعات دي لسه بتتطور، وبنشوف كورو سينسي بيبدأ يتعصب وبيبدأ يتفادى كل ضربات إيتونا بسهولة، وكمان خلع جلده عشان يتخلص من الهجمات، ودي كانت تاني مرة يستخدم الدفاع السري بتاعه. وبينما كان مستخبي فوق السقف دراعاته بدأت تتجدد تاني، ولكن استخدامه للتقنيات ديت كلها بدأ يتعبه، وعشان كده ما بقاش قادر يتفادى الهجمات اللي بعد كده. وهنا بدأ إيتونا أخيرا يضربه، وبعد ما كورو سينسي استعاد تركيزه بعد الضرب اعترف إن دي أول مرة قابل خصم قدر يجاريه، ولكن رغم كده كورو سينسي ما كانش ناوي يستسلم، وبعدها استخدم السكينة الخاصة بوزارة الدفاع وكان هدفه يضعف دراعات إيتونا باستخدام المادة المضادة، وده لأن دراعات إيتونا معمولة من نفس مادة الفضائي، فبمجرد ما الدراعات اتصابت سرعته بدأت تقل تدريجيا. وفي اللحظة ديت كورو سينسي استغل الفرصة وقام حادف إيتونا بره الفصل، وبنعرف إن إيتونا ما تأذاش بسبب جلد المدرس الحامي ليه، بس لأنه خرج بره حدود الترابيزات يبقى بالتالي هو خسر المواجهة. وبعدها شيرو أخد تلميذه ومشي من الفصل، ولكن قبل ما يمشي وعدهم إن هو هيرجع قريب تاني. وفي نهاية اليوم ناجيسا وكيانو قربوا من المدرس وكانوا عاوزين يعرفوا ليه اختار يبقى مدرس لفصلهم. وفي اللحظة ديت كورو سينسي كشف لهم سر مهم جدا وقالوا إنه عمل كده علشان ينفذ وعد قاله لشخص معين، ولكن كورو سينسي قال لهم إنه لسه ما ينفعش يكشف الحقيقة الكاملة ولسه ما يقدرش يقول لهم مين الشخص اللي وعده ولا حتى يحكي لهم إيه الوعد بالتحديد. وبعدها ناجيسا سألوا لو في حاجة يقدروا يعملوها علشان يقتلوه مستقبلا، وهنا كورو سينسي ابتسم واقترح إن الطلبة يقضوا الويكند في المدرسة علشان يدرسوا، وقال إن هو كمان هيقعد معاهم وبكده تبقى فرصة زيادة يحاولوا يقتلوه فيها. والطلبة وافقوا على الفكرة وكورو سينسي سمى النشاط دوت معسكر الاغتيال التدريبي. وبعدها كورو سينسي استخدم سرعته الخارقة مع كل طالب وكان بيدي لكل واحد دروس خاصة حسب نقطة ضعفه، وده عشان يساعدهم في المواد اللي بيعانوا منها أكتر حاجة. وفي الليلة ديت كاراسوما جاله اتصال من المسؤول بتاعه والراجل بلغه إن مدرب جديد هيجي للمدرسة. وبالليل كورو سينسي راح لأوضة كاراسوما وبدأ إن هو يهزر معاه وبيسأله عن حياته العاطفية، ولما كاراسوما سمع السؤال سرح فجأة وسط ذكرياته القديمة وافتكر اللحظة اللي خسر فيها البنت اللي كان بيحبها. وتاني يوم الصبح أكيرا تاكاواكا وصل للمدرسة أخيرا وأعلن إن هو هيبقى المدرب الجديد الخاص بكلاس إي، ولكن قبل ما يبدأ التدريب راح جاب فطار للطلبة وده خلى الطلبة يحبوه بسرعة من أول يوم. وبعدها إيرينا راحت تتكلم مع كاراسوما عن تاكاواكا وقالت له إن كان زميلها القديم أيام الجيش زمان، وكمان شرحت له طريقة تدريبه الغريبة مع الطلبة وقالت إن أسلوبه بيعتمد إنه يقرب منهم وبيخليهم يحسوا إن هو فرد من عيلتهم، بس المشكلة إن بعد فترة بيبدأ يتحكم فيهم لدرجة إنه بيقعد يضرب فيهم ويعذبهم. وفي اليوم التاني من التدريب تاكاواكا طلب من الطلبة إنهم يجروا 20 لفة كاملة حوالين المكان، وبعد شوية كان زاكي بدأت تتعب وحست إنها مش قادرة تكمل وفي النهاية وقعت على الأرض من شدة التعب. وساعتها تاكاواكا قرب منها وسألها لو كانت كويسة، بس البنت قالت له إنها خلاص مش قادرة تكمل أكتر وقالت له إنها بتفضل تتدرب مع الأستاذ كاراسوما بدلا منه. وفجأة
تاكاواكا ضربها بالقلم واتعصب، وكل الطلبة اتجمعوا بسرعة وطلبوا منه يسيب زميلتهم، بس الراجل كان مصمم يديها علقة عشان تحرم بعد كده. وقبل ما يضربها مرة تانية كاراسوما ظهر فجأة ومسك ايده وطلب من المجنون ده يبعد عن طلبته فورا، ولكن تاكاواكا قال له ان طريقته في التدريب ضعيفة وده السبب الحقيقي اللي مخلي الطلبة بالشكل الضعيف ده. وبعدها طلب من كاراسوما يختار اقوى طالب عنده، ووعده انه لو الطالب ده قدر يلمسه بالسكينة مرة واحدة وقتها يعترف بخسارته ويمشي من المدرسة على طول. وساعتها كاراسوما اختار ناجيسا علشان يواجه تاكاواكا، ولكنه قال انه مش مجبور يشارك لو مش عايز. بس الحقيقة اللي محدش كان يعرفها عن ناجيسا انه كان عنده موهبة مرعبة في القتل، وكان بيعرف يخفي الجانب ورا شخصيته الهادية واللطيفة، ولكن من جواه كان عنده شغف غريب ناحية الدم والعنف. ولما وقف قدام تاكاواكا ناجيسا ما قدرش يخفي سعادته نهائي، وكان مبتسم بشكل غريب وهو بيقرب ناحيته. وفي المقابل تاكاواكا كان واثق جدا انه هيفوز، ولكن اول ما بص في وش ناجيسا اتصدم، وفي لحظة واحدة ناجيسا حط السكينة على رقبته وقدر يوقعه على الارض بكل سهولة. وساعتها تاكاواكا اتعصب جدا وطلب جولة تانية لانه ما كانش قادر يتقبل انه خسر قدام طالب صغير. ولكن ناجيسا فكروا بالاتفاق اللي اتفقوا عليه من البداية وشكروا على تدريباته، ولكنه طلب منه يعترف بهزيمته ومشي. وفي النهاية تاكاواكا خرج من المدرسة وهو مكسور ومتهان، وكل الطلبة شكروا ناجيسا لانه خلصهم من المدرس المجنون. وتاني يوم بنشوف الجو كان مطرة وكورو سينسي اتأخر شوية، ولما دخل كل الطلبة لاحظوا ان في حاجة غريبة وكان وشه منفخ بسبب كمية المية اللي امتصها. وبعدها حصة العلوم بدأت وبنت اسمها اوكودا راحت للمدرس وقالت له اشرب السم اللي عملته بكل حب، وقالت انها استخدمت كل مهارتها عشان تصنعه بنفسها. والطلبة بدأوا يضحكوا عليها بسبب سذاجتها، ولكن كورو سينسي قرر يشرب السم علشان ما يكسفهاش. واول ما كورو شرب وشه بدأ يتحول ولونه اتغير، وفجأة قرون بدأت تطلع من راسه، وفي النهاية جسمه كله بقى ابيض كأنه بقى متجمد. ولكن بعد شوية رجع طبيعي كأن مفيش اي حاجة حصلت. وبعدها بدأ يمدح اوكودا على السم القوي اللي صنعته، وقال ان السم معمول باستخدام مادة صوديوم هيدروكسيد، ودي مادة قاتلة للبشر ولكنها ما أثرتش فيه نهائي. وفي النهاية قال لها انه هيعلمها تعمل سموم اقوى كمان. وبعد ما شرب السم جسمه بقى رفيع جدا وكمان شكله بقى عامل زي الشفرة الحادة. وكورو استغل شكله الجديد وفضل يجري بسرعة وسط الطلبة، والطلبة كانوا بيحاولوا يمسكوه ولكنه بعد شوية رجع لطبيعته تاني، وطلب منهم ينادوا على كاراسما وإيرينا، وكمان طلب من الكل يتجمع في ساحة المدرسة. وبعدها كورو سينسي بدأ يشرح للطلبة درس مهم، وقال لهم ان العميل الشاطر لازم يكون عنده خطة بديلة، وده في حالة لو خطته الأساسية فشلت. وفجأة كورو سينسي انطلق بسرعة الصاروخ، وبعد شوية رجع المدرسة وهو مكسر المكان حواليه، وبنكتشف انه كان ماسك قنبلة طايرة في نص الجو. وبعدها الفضائي رجع الطلبة تاني ناحية الفصل وقال لهم ان الامتحانات الجاية هتحتاج خطة مثالية، ولو عاوزين يقتلوه فعلا لازم يجمعوا كل خبرتهم مع بعض. وعشان يساعدهم في المهمة ديت بيقرر يديهم حافز قوي، وقال ان اي طالب هيجيب اعلى درجة في اي مادة هخليه يقطع واحد من دراعاتي، ومع كل دراع انا هخسره سرعتي هتقل بشكل كبير، وده هيزود فرصة الطلبة في انهم يقتلوه في النهاية. وبالشكل دوت كورو سينسي قدر يشجع الطلبة على الدراسة وخلاهم يبذلوا مجهود اكبر بكتير في المذاكرة. وفي نهاية اليوم الطلبة بدأوا يرجعوا بيوتهم، ولكن كورو سينسي كان محضر مفاجآت خاصة لبعض الطلبة، وقرر يدي ناكامورا احسن طالبة انجليزي عنده تجربة، عشان كده اخدها لامريكا علشان تمارس اللغة بنفسها. وبعدها اخد كارما اللي شاطر في الرياضيات للصين، وكان هدفه يحسب ارتفاع سور الصين العظيم. وكيانو راحت لايطاليا عشان تحسب زاوية برج بيزا المائل. وبالشكل ده كل الطلبة عاشوا تجارب بره اليابان. وفي نفس الوقت كورو سينسي عمل لهم ألبوم فيه صور التخرج. وبعد الامتحانات ناكامورا واوكودا وكارما طلعوا الاوائل في الانجليزي والعلوم والرياضيات، وعشان كده كل واحد فيهم قدر يقطع دراع للمدرس. وفي اليوم اللي قبل الامتحان النهائي الطلبة بدأوا ينفذوا خطتهم الكبيرة عشان يخلصوا على كورو سينسي أخيرا، وبنلاقيهم بيبنوا كل التجهيزات المطلوبة للمهمة. وفي الليلة دي وهم بيتفرجوا على الألعاب النارية سوا الطلبة بدأوا يفكروا فعلا في إنهم يقتلوا كورو سينسي، ورغم كل حاجة هم فعلا بقوا بيحبوا كورو سينسي جدا، ولكن في نفس الوقت لازم يقتلوه عشان ينقذوا الكوكب. وفجأة كورو سينسي ظهر قدامهم وقال لهم إنه متحمس يشوف مستواهم بكرة. وأخيرا اليوم المنتظر وصل والكل بدأ يستعد للعملية، والطلبة راحوا يجيبوا أسلحتهم ويتحركوا ناحية مكان التنفيذ. وبعدها بنشوف كورو سينسي مربوط داخل فخ عملوه، وبنكتشف إن الطلبة ما فوتوش أي تفصيلة مهما كانت صغيرة، وكلهم كانوا متحمسين
متحمسين جدا ياخدوا المكافأة الضخمة في النهاية. وبعدها ناجيسا بدأ يشرح المرحلة الأخيرة من الخطة، وقال إن بعد ما يقطعوا دراعات كورو سينسي كلها هيتم رميه داخل بانيو مليان بالمية. وناجيسا كان اكتشف نقطة الضعف ديت يوم المطر، ولأن المية تعتبر واحدة من نقاط ضعف كورو سينسي، والطلبة بدأوا يضربوا النار ويحاولوا يقطعوا دراعاته، وبعدها كميات ضخمة جدا من المية اترمت عليه. وفي النهاية 2 من الطلبة قربوا من كورو سينسي وضربوا رصاص مطاطي ناحية وشه، ولكن قبل ما الرصاص يوصل له حصل انفجار ضخم، وفجأة كورو سينسي اختفى من قدامهم. وبعد شوية الطلبة قدروا يلاقوه بعد ما دوروا عليه كتير، ولكن المفاجأة ان كان جسمه كله اختفى تماما، والحاجة الوحيدة الباقية منه كانت راسه، وكانت متغطية بطبقة كريستالة صلبة جدا، وكانت بتحميه من اي ضرر خارجي، لدرجة ان حتى الرصاص المضاد ليه ما قدرش انه يأثر فيه نهائي. ودي كانت اقوى وسيلة دفاع عند كورو سينسي، وبنعرف ان لدرجة حتى القنبلة النووية مستحيل تدمرها. ولكن المشكلة ان الدرع ده مش هيستمر اكتر من يوم، وساعتها الطلبة فكروا في خطة جديدة وقرروا يملوا حمام السباحة بالرصاص المضاد ليه، وكان هدفهم يحطوا كورو سينسي جواه بعد ما الدرع يختفي، ولما الطبقة الكريستالية تتكسر كورو هيموت فورا من الرصاص. ولكن كورو سينسي قال لهم ان الخطة دي مش هتنجح، لانه يقدر ينفجر تاني ويطرد الرصاص قبل ما يلمسه. وفجأة ومن غير اي سبب بنشوف بعض الطلبة يقعوا على الارض، وكيانو لاحظت بسرعة ان حرارتهم عالية، وبعدها بدقايق تاكواكا ورجالته ظهروا قدام الطلبة، وهنا كشف لهم ان قبل ما يمشي من المدرسة حط فيروس خطير جدا جوه مشروبات الطلبة، وكمان قال ان الفيروس ده هيقتلهم خلال 3 ايام الا بقى لو خدوا الترياق بتاعه. وبعدها تاكواكا طبعا كان الشخص الوحيد اللي معاه الترياق ده، وبعدها كشف ان كل اللي بيعمله ده سببه الانتقام، لان ناجيسا خلقوا ضحوكة داخل الوزارة كلها لدرجة انه ما بقاش ينام من كتر التفكير. وبعدها تاكواكا قال انه هيسلم الترياق بشرط واحد بس، وهو ان ناجيسا يسلمه كورو سينسي بنفسه من غير مقاومة، بس ناجيسا رفض يعمل حاجة زي دي نهائي. وبعدها بنشوف ايتونا ظهر تاني وفجأة هجم على ناجيسا، وكاراسما حاول ينقذه ولكنه اتصاب، وبنكتشف ان ايتونا جاي علشان يطلب جولة جديدة، وده بعد خسارته المذلة المرة اللي فاتت ضد كورو سينسي. وفجأة كارما شد ناجيسا وجري بسرعة من المكان، وكان هدفهم يمنعوا المدرس من انه يقع في ايد تاكاوكا. وبعدها ايتونا بدأ يجري وراهم، وفي نفس الوقت تاكاوكا هرب مع رجالته ومعاهم الترياك. وبينما باقي الطلبة كانوا بيحاولوا يساعدوا المصابين، كان كارما وناجيسا بيطلعوا فوق برج عالي، وكانوا بيحاولوا يستخبوا من ايتونا، ولكن ايتونا قدر يلاقيهم وبدأ يهاجم البرج، وباستخدام دراعاته قدر يدمر اجزاء كبيرة من البرج. وفجأة ناجيسا رمى كرة ناحية كارما، ولكن ايتونا قدر يمسك كارما قبل ما يهرب، وكارما فضل يهرب من الضربات وهو متعلق فوق البرج لدرجة انه كان قرب يموت اكتر من مرة. وفي لحظة ايتونا قدر يمسكه باستخدام دراعاته، ولكن كارما استغل راس كورو وبدأ يهاجم ايتونا بيها. وبعدها كارما فضل يجري ويحاول يهرب منه، ولكن في النهاية ايتونا ضربه ووقعه من فوق. بس في اخر لحظة ناجيسا قدر يتعلق في البرج، وبنشوف بعدها كارما وهو بيقرر انه يستسلم وهيسلم كورو سينسي، ولكن فجأة شاط كورو سينسي ناحية ناجيسا. وفي اللحظة ديت ايتونا اتعصب وطلع دراعاته علشان يهاجمهم، ولكن الحاجة اللي ما كانش متوقعها ان المطر بدأ ينزل بغزارة على المكان، ومع ابتلال جسم ايتونا قوته بدأت تختفي. وساعتها كورو سينسي بدأ يمدح الطلبة على خطتهم، وبنكتشف ان هم كانوا عارفين ان المطر هينزل في الوقت ده، وعشان كده اختاروا اليوم ده تحديدا لتنفيذ عملية الاغتيال. ودي كانت الخطة البديلة اللي حضروها من البداية اصلا. وبعدها كورو سينسي بص لايتونا وقال له ان لو لسه مهتم فهو مرحب بيه في الفصل. وفي اللحظة ديت الولدين وصل لهم اشعار من ريتسو، وريتسو بلغهم بكل اللي بيحصل حاليا جوه المدرسة. وبعدها ناجيسا ظهر قدام تاكاواكا وهو شايل شنطة كبيرة، وفي نفس الوقت تاكاواكا كان مستنيه، والراجل قال له ان خطة قتل المدرس شغالة زي المطلوب، وقال له انه ناوي يدفنه داخل حوض اسمنت مليان بالرصاص، وكمان كيانو هتكون محبوسة معاه جوه نفس الحوض، وبكده المدرس مش هيقدر ينفجر ويطرد الرصاص بره، لانه لو عمل كده كيانو نفسها هتموت وقتها. وبعدها تاكاواكا امر ناجيسا يسلم كورو سينسي، ولكن ناجيسا وافق، ولكن طلب منه حاجة واحدة بس، وقال ان طلبة كلاس ايه عايزين يقتلوا المدرس بنفسهم، وده لانهم اتدربوا طول الوقت مخصوص علشان المهمة دي. ولكن تاكاواكا ما تأثرش نهائي بكلام ناجيسا، وبدل كده استغل ان الولد راكع قدامه وداس على راسه وقعد يهينه قدام الكل. وفي الوقت دوت ناجيسا شاف اشعار على موبايله، وكانت رسالة جديدة وصلت له من ريتسو، وفجأة ناجيسا ابتسم وبعدها سلم الشنطة اللي فيها كورو سينسي لتاكاواكا، ولكن اول ما فتح الشنطة اتصدم واكتشف ان اللي جواها كان كورة عادية. وفي اللحظة ديت باقي الطلبة ظهروا من كل مكان وقدروا يوقعوا رجالة تاكاواكا داخل الاسمنت اللي
بنوه بنفسهم. وبعدها كورو سينسي بدأ يمدح أوكودا لأنها قدرت تصنع الترياك لزمايلها المصابين، وكمان مدح ناجيسا على تمثيله الممتاز. وبعد شوية طيارات هليكوبتر عسكرية وصلت للمكان وخدت كل الطلبة والمدرسين ناحية قاعدة وزارة الدفاع، وبنكتشف إن الحكومة ناوية تنفذ خطة أخيرة ضد الفضائي، وكان هدفهم يلحقوا يقتلوا كورو سينسي وهو لسه محبوس داخل الدرع. وبعدها وزارة الدفاع جهزت ملجأ ضخم تحت الأرض، والمكان ده الفضائي مستحيل يهرب منه حتى لو انفجر، وكانوا ناويين يملوا المكان كله بالرصاص المضاد ليه. ولكن قبل التنفيذ سمحوا لكورو سينسي إنه يودع زمايله بآخر كلمة، وساعتها الطلبة كلهم بصوا للشاشة وهم زعلانين ومتأثرين، وكورو سينسي بدأ يبارك لهم على تطورهم خلال الرحلة الطويلة، وقال إن مفيش سعادة أكبر من إنه شافهم بيتطوروا. وفي النهاية شكرهم لأنهم سمحوا له يكون المدرس بتاعهم رغم إنه مش شبههم. وبعد كده الكرة الضخمة اتغطت بالرصاص وبدأ العد التنازلي للانفجار، ولما الانفجار حصل أخيرا الناس بدأت تحتفل إن كورو سينسي مات خلاص. بس الطلاب كانوا بيعيطوا مصدومين من موت أستاذهم، وفي ظل ما ناجيسا كان بيعيط ظهرت ذراع صفرة من وراه ومدت له منديل، وناجيسا بص وراه واتصدم ومش مستوعب اللي شايفه، واكتشف إن كورو سينسي لسه عايش. والجنود كلهم جريوا أول ما شافوه، ولكن كاراسوما كان سعيد إن صاحبه الجديد لسه عايش. وبعد فترة الأجازة بنشوفهم رجعوا للمدرسة من تاني، وهنا بيبدأ الطلاب يحاولوا من تاني إن هم يقتلوا كورو سينسي. وهنا بينتهي الجزء الأول من فيلم أسيسينيشن كلاس روم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة، وما تنساش تكتب لنا حابب نتكلم عن فيلم إيه المرة اللي جاية. وبس كده، ونشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.